بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل على الحبايب الحلوين. الوقت هنعمل معاكم النهارده مكرونه بشاميل. هنحط طبعا بنعمل ميه الاول تهيئه المكرونه نسلقها، الميه راح تغلي اهي. هنحط فيها معلقه ملح وشويه زيت حطينا المكرونات، الميه راح تغلي اهي. حطينا المكرونه معانا وهنيجي طبعا على الميه بتاعتنا، على المكرونه بتاعتنا تتسلق. هنعمل معانا الايه، هنعصج معانا اللحمه بتاعتنا. معانا يا حبيب قلبي اهوت تلات بصلات عاملهم في الكبه، عاملهم اهوت معاكم. واللحمه بتاعتنا اهيت نص كيلو لحمه بتكون المكرونه، يعني نص كيلو لحمه. والبهارات بتاعتنا اهيت هنحطها على تعصيج اللحمه. لغايه ما نيجي نعصجها هنحطها عليه كمون ونطره شطه صغيره وبودر توم وبودرة توم وبودرة بصل وشويه بابريكا. وهنا معانا كمان، وطبعا هنعمل معاكم البشاميل دلوقتي بس اما نخلص تعصيج اللحمه الاول. نحط طبعا شويه زيت اهوت عشان البصله بتاعتنا. طبعا يا حبايبي 3 بصلات اهمت عاملين في الكبه اهمت بنعمل معاكم اهمت. اهم حاجه في اللحمه بتاعتنا هي ايه؟ في تعصيج اللحمه هي البصل. نمسك البصله بتاعتنا اهيت هنكسرها معانا. نحط نقطه فلفل اسمر ملح. نفضل مع البصله بتاعتنا كده ايه لحد ايه ما تصفر معانا. طبعا يا حبايبي البصله بدات تصفر اهي، ونحط معانا ايه اللحمه بتاعتنا فيها عشان نعصجها. نحط طبعا ايه البهارات بتاعتنا. ونسينا يا حبايب قلبي معلش نقول لكم على ايه، نطرة برضو بهارات لحمه. حطينا شويه بهارات لحمه اهوت عشان ايه اللحمه بتاعتنا. معلقه صغيره خالص ملح. هنصفر بقى اللحمه بتاعتنا وطلعها البصله بتاعتنا التتبيله بتاعتنا اهي تتبل بعضها. طبعا يا حبايبي هنهدي عليها النار نعصج براحتنا على المكرونه بتاعتنا نعمل البشاميل بتاعتنا. هزه كده نسويها نسلقها كويس عشان طبعا احنا هنعمل البشاميل بتاعتنا كده اهي كويسه كده. بصوا يا جماعه احنا معانا الوقت هنعمل البشاميل بتاعتنا. طبعا يا حبايب قلبي البشاميل بتاعتنا هنعمل طبعا ايه معلقتين سمنه و3 معالق دقيق كبار، 3 معالق دقيق كبار، دقيق فينو كبار ومعلقتين سمنه عشان نعمل البشاميل بتاع المكرونه بتاعتنا. ومعانا ايه كيلو لبن. والله احنا هنحط على قد ما هتحتاج البشاميل بتاعتنا لبن. هنحط معانا الكيلو اهوت. هو طبعا كوبايتين كبار بس احنا ايه هنحط لحد ايه ما تلف معانا وتبقى كويسه. هنوقف اللبن بتاعنا احتاجت الكيلو كله هنحطه، ما احتاجتوش شيء اللي هيفيض منه برده يعني معانا بالزياده. حطينا معلقتين السمنه بتوعنا هما في البشاميل بتاعتنا ونحط عليهم 3 معالق دقيق كده حبايبي. طبعا نقلب
اهم حاجه في البشاميل بتاعتنا ديت نهدي عليها النار ونفضل نقلب كده لحد ايه ما الدقيق بتاعنا يصفر، يعطي لون اصفر، يعني ايه ما يتحرقش معانا، يبقى الدقيق بتاعنا ايه يصفر، وبعدين نحط عليه ايه اللبن بتاعنا بالتدريج كده. لان اهم حاجه في المكرونه بتاعتنا دي البشاميل بتاعتها. طبعا يا جماعه اهوت احنا حطينا ايه، لازم نقلب جامد كده عشان الدقيق بتاعنا ميبقاش مكلكع. ما حطينا اللبن اهو على الدقيق بتاعنا. طبعا نوطي النار تدريج كده، نربه جامد لحد ايه مع البشاميل. اهم حاجه في البشاميل نربه جامد عشان ايه ميبقاش فيها ايه بلبزه زي ما انتوا شايفين معانا كده اهي. البشاميل بتاعتنا اهي نحط اللبن زي ما انا قلت لكم ايه، نبقى اللبن عندنا بزياده عشان إيه كل ما تحتاج تبقى يابسه نزودها لبن زي ما انتوا شايفين معانا كده اهي. يبس معايا اهي زودتها لبن وبالراحه كده اهو لما اللبن يدوب في البشاميل بتاعتنا اهو. دي بتاعنا حاصل بالراحه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبي بالراحه كده. طبعا يا حبايبي اهي بنقلب فيها، نحط نطره ملح صغيره على نطره فلفل اسود في البشاميل بتاعتنا، ونقلب برضو بشويش كده بالراحه. احنا موطين طبعا النار تحتها، وموطين تحتها النار خالص. هزودها يا حبايبي برضو لبن لان هي كده برضو يابسه معانا برضو، ما هياش ايه. انا قلت لكم كيلو لبن هاتوه اكلوا معانا بزياده عشان تبقى البشاميل بتاعتنا كتير، لان المكرونه بتاعتنا اهم حاجه فيها البشاميل، هي البشاميل اللي بتحليه. حاطين اللحمه طبعا في الحله جنبنا اهي نتعصق براحتها، والمكرونه سلقناها. شوفوا يا حبايبي عملت ازاي احلى من البشاميل الجاهزه من المحلات. انت تعمليها انت على ايدك احسن واوفر اهي. البشاميل بتاعتك مسكت وعلى جميله اهي، ولا فيها بلابيز ولا اي حاجه اهي. حطينا طبعا نقطه فلفل اسود وشويه ملح عليها اهي يا حبيبي. شوفوا عامله ازاي، ما عادش تقيله كده، جميله وحلوه كده، تغطي ايه المكرونه بتاعتنا. يابسه قوي ونعلي طبعا النار هزه نمسك شويه، وبعدين كده نطفي عليها بقى النار ونشوف اللحمه بتاعتنا. يعني طبعا لازم ايدك تكون فيها على طول، ما تسيبهاش عشان ما تكلكعش، والدقيق بتاعنا يبقى مكلكع فيها ويبقى باين في المكرونه مبقاش حلو. يبقى ماشيه معاها كده على طول تربيها لحد ما تبقى كده. بقى لما تصفري الثلاث معالق دقيق بتوعنا تحطي لبن زي ما انا قلت لك كده اهو. كده خلاص عملنا البشاميل بتاعتنا يا حبايبي، نطفي عليها ونروح لايه اللحمه بتاعتنا كده خلاص. طفي عليها كده اتعملت معانا اهي، اتعصجت وجميله جميله جميله اهي خالص اهي. شكت اهي في الحله يا حبايبي كده استوت، ما عادش محتاجه بقى اي حاجه كده. في طبعا يا حبايبي في ناس ما بيحبوش يحطوا عليها ايه صلصه ماشي، بس احنا عندنا هنا في كل واحد بمزاجه، يعني تعمليها كده عادي تحط عليها صلصه عادي، كل واحد بمزاجه. احنا طبعا معانا يا حبايبي معلقه صلصه مستويه اهيت، معلقتين صلصه هنحطهم على اللحمه بتاعتنا المتعصجه دي. في ناس ما بيحبوهاش الا كده من غير صلصه ومن غير حاجه، بس انا بعملها بالطريقه دي، بحط عليها معلقتين صلصه بيحلوا المكرونه وبخليها اجمل. هي الصلصه بتاعتنا طبعا مستويه جاهزه اهي. حبيبتي اللحمه معاك اهي يا حبايبي، عملناها اهي خلاص. خلصنا كده تسيج اللحمه بتاعتنا، ونطفي عليها بقى ونجيب كويس الصينيه بتاعتنا، هنجيبها بقى نحط فيها المكرونه بتاعتنا. هنحط نطره بشاميل صغيره من اللي احنا عاملينها دي يا حبايبي في قعر الصينيه كده، نطره صغيره خالص في قعر الصينيه بتاعتنا، يعني نعملها كده مثلا يعني ايه
كده. مش عايز طبعا يا حبيبي، احنا عملنا المكرونه وصفناها اهيت وزي الفل اهيت، مسلوقه ومصفناها في المصفى بتاعتنا اهيت. هنحط بقى، حطينا شويه بشاميل في قعر الصينيه اهوت، وهنحط المكرونه بتاعتنا بالراحه كده بالتدريج كده. نص المكرونه، الكيلو المكرونه بتاعنا، الكيلو المكرونه بياخد نص كيلو لحمه. والله اللي عايز يكتر عن كده برضو كل واحد ومجهوده براحته. عايز تكتري عن نص كيلو لحمه حط زي ما انت عايزه تحط كيلو الا ربع، انت حره. بس احنا حاطين نص كيلو لحمه اللي احنا معصجينها دي للكيلو المكرونه، هو كيلو واحد مكرونه اللي معانا ده كيلو واحد. وحطينا نص بتاعنا، سايبين النص التاني اهوت عشان نحطه على وش المكرونه بتاعتنا اللي نحطها على الطاسه بتاعتنا. حطينا الارضيه بتاعتنا حبايبي. حطينا المكرونه. هنحط طبعا اللي هنفضي اللحمه اللي احنا معصجينها في قلبها، في قلب المكرونه بتاعتنا اللي حطيناها دي. اللحمه عملناها حبايبي اهيت. طبعا يا حبايبي انا حاطه عليها صلصه، في ناس ما بيعملوهاش كده، بيعملوها مثلا بعصجوها وخلاص، ما تحطش عليها صلصه. بس احنا معلقه الصلصه دي بتحمطها وبتخليها جميله وبتخلي العيل يموت في اكلها. احنا بنعملها كده اللي بوريكم الطريقه دي احنا هنعملها كده. حطيناها اهيت يا جماعه، اللحمه بتاعتنا فرشناها اهيت، المكرونه بنحط طبعا علينا المكرونه الثانيه. بقية المكرونه بتاعتنا بنحطها بالراحه كده على وشها بقية نص المكرونه نفرشها على وش على وشها. البشاميل بتاعتنا نحطها اهيت على المكرونه اللي احنا عاملينها يا حبايبي. احنا لقينا يا حبايبي اهوت البشاميل اللي حطيناه على وش المكرونه فرشناها على وشها اهيت، وربين بيضه معانا اهيت بنضره فلفل اسمر على نضره ملح. طبعا هنحطها على وش المكرونه بتاعتنا اللي دهن وشها زي ما انتم شايفين كده. هندهن وش المكرونه كلها بالبيض بتاعنا كده عشان نخليها جميله وشها يحمر يبقى وردي ويبقى حلو، ما يبقاش محروق. اهيت نفرش عليها كلها زي ما انتم شايفين كده على المكرونه بتاعتنا. البشاميل بتاعتنا حطينا على وشها البيض، ربنا بنطره فلفل اسمر ومعلقه ملح صغيره عشان الفلفل الاسمر ده يتحط على البيض اللي على وش المكرونه عشان طبعا ميبقاش فيها زفاره اهي. هنحطها يا حبايبي بقى في الفرن. احنا مولعين الفرن ومجهزينه ومولعينه اهو. نحطها معاكم في الفرن على طول. تمام، في الفرن بتاعنا بتاع البوتاجاز اهوت. وهنطفي اهو يا حبايبي. ابني ياسر عايز هو اللي يقطع البشاميل عشان عايزين نتغدى. انا اتاخرت عليهم معلش بالغدا النهارده، وهو اللي قال هقطعها انا وهطلع منها عشان ناكل. فهو حب هو عايز يقطعها ويطلع هو خرطه لنفسه في الغدا. احنا قطعناها معاكم اهي. طبعا لو كانت بردت بقى معانا كانت تبقى احلى واحسن من كده في التقطيع، لان هي طبعا سخنه. المفروض البشاميل تسيب شويه لما تريح عشان نقطعها عشان ما تتكسرش. شوفوا يا حبايب قلبي طعمها خرافه في الصينيه بتاعتنا احنا مقطعين منها من جوه خرافه يا جماعه. البشاميل داخله جواها اكلها زي العسل سكر. خلصنا يا حبايب بقى معاكم الفيديو. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وما تنسوناش بقى يا حبايبي في اللايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.